كل دلوقتي بيتكلم على تخزين ورق العنب وازاي نخزن ورق العنب وازاي يا ست الكل تحفظي ورق العنب لمدة اطول. وبص الاقيهم بيرموا العروش في الزبالة. طبعا انا العروش دي بالنسبة لي كنز. يا ريت تشوفوا معايا الفيديو للنهاية وتشوفوا العروش اللي انتوا بترموها في الزبالة دي ممكن تستخدموها في ايه، مش هتقدروا تستغنوا عنها، وبدل ما ترموها في الزبالة يبقى بديل وهتوفر معاكي كتير. ويلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا غاليين؟ ايه وحشتوني جدا جدا. يلا بينا. واول حاجه معانا في بوله ابتديت اغسل نص كيلو من الرز وابتديت اصفيه كويس، وحطيت عليه بصله متقطعه كده صغير، وجبت كمان شبت وبقدونس وكزبره، كل حاجه كده حزمه، وابتديت ان انا اقطعهم صغير واحطهم على الرز. بعد كده بقى ابتديت اجيب معلقه صغيره، حطيت معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكمون، وكمان الشطه والبابريكا والكزبره الناشفه وبهارات مشكله. وهفرم بقى كمان فصين كده من الثوم، هفرمهم كويس جدا فرم ناعم، وابتدي ان انا احطهم. وكمان هحط كده عصير ليمونه واحده، لو حابه تزودي تقدري تزودي لو انت حابه وعايزاها مززه. وهنا بقى هجيب حوالي كوبايه كده من عصير الطماطم او معجون الطماطم، وابتدي احطه على الخلطه بتاعتنا بالشكل ده واقلبها كويس جدا عشان المكونات كلها بقى تندمج كده مع بعض كده وايه، وتبقى الخلطه بتاعتنا حلوه قوي والتحبيشه متحبشه كويس جدا. وهنا بقى هاجي كده احط لها معلقتين كده كبار من الزيت عشان تديها لون كده حلو، وكمان والرز معانا يبقى كده مفلفل ويبقى حلو جدا. هقلبها بقى كويس، والخطوه دي مهمه جدا، لازم تقلبي بقى الخليط بتاعك ده كويس. لو حسيتي ان هي محتاجه صلصه تقدري برضو تحطي تاني لو انت حابه، بس انا شايفه ان الكميه دي حلوه جدا. هنا بقى جبت شويه نعناع كده فرمتهم وابتديت ان انا اقلب. وادي بقى السر بتاعنا النهارده، العروش بتاعه الورق العنب. لما تيجي تسلقي الورق العنب اسلقيه بالعروش بتاعته، وابتدي ان انت خدي العروش بعد كده قطعيها وحطيه في قاع الطاجن بتاعك، او من تحت تحت مثلا لو هتحطي حله هتحطيه في صينيه تقدري تستخدميه. انا هنا بقى كنت هعمل طاجن عشان انا هعمل النهارده طاجن كده روعه، ورق عنب كده بمفاجأة معانا كده هتشوفوها شوية كده. بس يلا بقى اللي ما عملش لايك يعمل لايك للفيديو وشير للفيديو. هبتدي بقى دلوقتي اجيب كده الورق العنب، الورقة ببتدي ان انا احط فيها الخليط او الرز على الجزء مش الناعم، لا بحطه على الجزء الخشن من جوه، وابتدي الف كده بالشكل ده، وبلف بقى الكمية زي ما انا عايزة، وابتدي ان انا ارصه في قلب الطاجن. طبعا زي ما قلت لكم بتحطي على الناحية الخشنة، ما بتحطيش على الناحية الناعمه. الناحيه الناعمه بتبقى من بره، والناحيه الخشنه بتبقى من جوه. وبنلفه بقى، بتلفيه بقى براحتك بايديكي كده بسرعه، بالمكنه باي حاجه تقدري تلفيه. انا هلفه وادي بقى شكله بعد ما لفيته هيطلع بقى بالشكل والجمال ده. هنكتفي على كده ونسقيه ونحطه في الفرن. لسه بدري. هاجي بقى هنا كنت سلقه عندي كوارع بقى، دي كوارع كنت سلقاها، وكنت سلقاها سلقه يعني قويه جدا. عايزه اقول لكم لحد ما بصوا يعني بقت دايبه معانا. حطيتها بقى كده وما كنتش حاطه عليها بقى ملح ولا فلفل، غير بس ايه شويه حاجات كده بسيطه في الشوربه. رحت بقى ايه جايباها كده حطاها من فوق، وابتديت احط عليها صلصه طماطم، عليها ملح وفلفل وشويه كزبره وبهارات مشكله. حطيتها بقى كده من فوق ال الكوارع، ومن فوق كمان ورق العنب. وبصوا ريحتها خطيرة وجبارة جدا جدا جدا. الطاجن ده طاجن السعادة، بناكله بره يعني. بصوا بقى غالي جدا. المهم بقى جبت كده رصيت كده شرايح الليمون كده من فوق زي ما انتوا شايفين، وجبت بقى شوربة الكوارع، حطيت حوالي كده كوباية ونص من شوربة الكوارع. حاجة كده عظمة العظمة، وبألف هنا وشفا. عايزة اقول لكم بقى جبت بقى ايه كمرته بالشكل ده، ورق الألومنيوم عشان اكمره، عشان انا هدخله الفرن. وجبت بقى غطا الطاجن كمان وابتديت ادخله الفرن. قعد معايا بالظبط في الفرن ساعة ونص. كنت مشغلة الفرن كده من تحت زي ما حضراتكم شايفين، دخلته وقعد معايا بالظبط ساعة ونص في الفرن. استوى بقى وطلع بقى. بصوا طلعته كان فظيع يعني. كان نفسي اسمعكم الصوت بتاع البكبكة بتاعت الورق العنب مع الكوارع. بصوا خطير خطير. بصوا هتحسوا ان في ميه، بس بعد بقى او شوربه بعد ما يبرد كده ويهدى، هتبصوا تلاقوا الميه دي كلها اتبخرت. سبحان الله يعني حاجه كده بصوا عظيمه. الطاجن طاجن برضو. طلعت بقى كده منه عشان اوريكم قد ايه هو الورق العنب مستوي ومفلفل ودايب وطعمه كده خطير.
والكوارع بقى خدت من طعم الورق العنب، يا وعدي بجد حاجة كده عظيمة. انا بقالي كتير ما عملتش الطاجن ده، وبجد كان نفسهم فيه وكانوا عايزين ياكلوه بره، وطبعا بره بقى غالي جدا. فقلت لا انا هعمله. بصوا بفتحه كده قدامكم، حاجة كده بألف هنا وشفا، بجد حاجة كده تنزل القلب مش الكرش. بجد بصوا الرز مفلفل ازاي، خطير خطير خطير، بألف هنا وشفا. انا بصوا ريقي جري عليه والله. جربوه بجد هيعجبكم جدا. تعالوا بقى دوقوا الكوارع مع ورق العنب مع العروش اللي تحت، مدياها مزازة. سبحان الله، العروش دي كأنك عصرة كيلو ليمون على الطاجن ده، مدية مزازة للطاجن خطيرة، رهيب والله رهيب بجد. جربوا كده وما ترموش العروش، بجد هتستمتعوا قوي بيها وهتديكوا طعم حلو جدا. لو انتي ما سلقتيش الكوارع قوي ممكن تحطي العروش وتحطي عليها الكوارع، وتحطي كمان ورق العنب من فوق، بس انا علشان كنت سلقه الكوارع قوي حطيتها كده زي ما انتوا كده شايفين من فوق. بصوا بقى هنا بفتح لكم كده واحده وبوريكم بقى الطاجن. بصوا ما فيهوش ميه خالص ولا شوربه ولا اي حاجه. بصوا الصباع مستوي ودايب وطعمه خطير، بألف هنا وشفا. جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم ايه. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.